النهارده بقى المخبوزات بتاعتنا مش عادية لدرجة ان انا كنت مش عارفة ازاي ابتدي تصوير ليها في بداية الفيديو. مش عارفة احط الجزء ده الاول ولا ده، ولا اقدمها لكم. لقيتها جميلة وهي جوه الصاج بتاعها، خطيرة في التقديم وهي لسه خارجة من الفرن. حقيقي مخبوزات هشة جدا جدا جدا، قطنية جدا ومرتفعة واقتصادية ومفيش فيها شغل نهائي. تعمليها وانت مغمضة عينيكي. هنحط فيها 3 نكهات. ابدأي انت بقى، انت شاطرة، انتوا عارفين الستات عاملة ازاي. وحطي اللي انت عايزاه. قد ايه سريعة، ما خدتش مني وقت وما بتاخدش اي مجهود نهائي، واسفنجية او قطنية مش عارفة. احكموا انتوا بقى. هنا بقى هدي نزلنا بذرة ملح، وبعدين هناخد قطعة بسيطة من الزبدة. لا هنزود زبدة ولا هنعمل اي حاجة، محتاجين بس القطعة والسكر والحليب دافي او فوق، او تقدري تقولي سخن، يعني مش سخن بيغلي، بيغلي فوق اللي هو الدافي. نزلنا بسكر وزبدة والحليب والخميرة وقلبناهم مع بعض، ونزلنا بيهم على الدقيق، وهوديهم على العجان 3 دقايق فقط لا غير. مش محتاجة اكتر من 3 دقايق. وهزود السرعة شوية بشوية علشان ما طيرش الدقيق في وشي، لحد ما العجينة كلها تبقى كتلة واحدة، وكله اسمه تغلغل مع بعض، كلها اتعجنت مع بعض. خليها اتعجنت مع بعض. وهبتدي معاها كده بالراحة لحد ما يعدوا حوالي 3 دقايق بس، مجرد ان اتأكد ان هي اتعجنت كويس. مش محتاجة اكتر من كده. عايزة اقول صحيح، تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. وبرضو تابعوني على الفيس، واللي على الفيس يتابعني على اليوتيوب. محتاجاكم قوي اللي على الفيس على اليوتيوب، وهكذا والعكس. والعجينه بتاعتي بالشكل ده، تحسي كده ان هي بتلزق في ايديكي، لكن هي ما بتلزقش. هتلاقيها اول ما تمسكيها تنزل العجينه منك، تعمل استرتش. معنى كده انك هتعملي فطاير مرتفعه قوي وهشه وخفيفه جدا، مهاش مكتومه. بصوا العجينه عامله ازاي، مفيش فيها شغل نهائي. تحس ان هي بتلزق لكن هي ما بتلزقش. زي ما انتوا شايفين كده، هي طرية. انا عايزة عجينة ستريتش. هدهن بسيط بسيط من الزيت، واوعي تزودي زيت في العجينة عشان العجينة ما تسمرش، وغطي عليها. وجاست ان كيس احطي كمان فوطة عشان تخلص بسرعة. واول ما حجمها يتضاعف اشتغل عليها بقى. ولاني عملتها بالحليب الساخن، فعلى طول تراك لقيتها ايه، كانت بتقولي انا ريدي جاهزة وسريعة. هبتدي بقى هاخدها كده على السخن صح، وهبتدي اوزع المقاس اللي انا عايزاه. هاخد قطعة صغيرة بالشكل ده، وابتدي اقفل فيها واضغط عليها. ليه؟ عشان لو خدتها وهي منفوشة كده لسه مختمرة، اما اجي اعملها تحس ان هي يعني الحروف ناشفة من بره وهي من جوه ولا حاجة، مش هتحسي بيها. فلازم تفضلي تعجنيها كمان مرة كده، تدخلي 1 في 2 في 3 وكده وكده. وهنزل بقى بأول فطيرة احط فيها سكر، ودي كانت الفطاير بتاعت زمان اللي كانت معروفة عندنا زمان، فطاير السكر. هنحط بس اول واحدة فيها اللي هي بالسكر السادة، بعد كده بقى هنحط حشوات تانية. بس خلينا نبتدي بأصل الفطاير بتاعت زمان بقى. بصوا تفردوها كده، وبعدين تحطوا حرف كده وبعدين حرف كده وبعدين الحرف التاني وهكذا، وتبتدي تقفليها. شفتي وهي لسه فاضية، ما عملناش فيها اي حاجة، كأنك بتجهزيها. لكن هنرجع تاني نفردها ونحط فيها بقى اي حشوة احنا عايزينها. بس لازم تعملي الخطوة دي مهمة قوي، بحيث انك تبقي كده اتأكدتي انك عجنتيها. وبعدين هتديكي فطاير هشة ومرتفعة، وتحسي كده ان فيها ميت. اول واحدة عملتها، وبعدين هروح مغطية عليه. هنا بقى هاخد سكر وهضيف عليه جوز الهند، 3 سكر وعليهم 3 من جوز الهند. وحشوة جوز الهند اختياري، تقدري تستبدلي الحشوة بأي حاجة. ممكن تحطي بلح، ممكن تحطي مربى تين بس ما يكونش فيها صوص كتير، ممكن تحطي نكهة القرفة. اعملي اللي انت عايزاه، ابدعي. وهاجي من فوق همسك الحروف. من جمالها بقى الواحد كان عايز يعني سبحان الله يزود في الكمية، بس اللهم بارك. كانت المقادير اللي انا عملتها دي عملت كمية رهيبة حقيقي. كمان عملت احجام كبيرة،
وقلت بقى في شويه الاخرانيين دول ادلع الولاد واحط شويه مارشميلو. هنا حطيت جوز الهند والسكر وشويه مارشميلو عشان تعمل طعم فلافي كده، وتبقى زي طريه من بره ومن جوه، بتبقى يعني حاجه كده تحسي انك انت قاعده على مدرسه والله. كانت حكايه. انا كنت مبسوطه بيها قوي يعني، والله هي ديزيرف يعني تاخد 10 من 10. وهوزعها بالشكل دائري كده، هضغط عليها ضغطه بسيطه مش قوي لان الحجم بتاعها هيتضاعف. بصوا بترقص من جوه عامله زي الجلي. اللي خلاص اغطي عليها اسيبها ترتاح لحد ما الحجم بتاعها يكبر، وبعدين ادخل الفرن على حسب بقى درجة الحرارة بتاعتك. انا كان الجو عندي دافي فاخدت ربع ساعة ورحت مدخلها على الفرن، فلازم حجمها يبقى يتضاعف. بصوا الحجم يتضاعف ازاي، بصوا بكده تكون انا يعني عجينتي مظبوطه. هنا بقى هجيب بيضايه اروح مكسراها واضربها كده ضربتين على راسها، افكها من بعض بحيث ان اسمه الابيض ما يبقاش متماسك، واقلبها وابتدي افرد بالراحه جدا، امشي على وشها لان هي هشه من جوه فاضيه، لو ضغطت الفرشه عليها ههبطها. فتعاملي معاها بقى على انها يعني حقيقي، يعني اسمها ايه، زي المخده. عارفه المخده اللي هي تضغطي عليها ايديكي تنزل تحت وبعدين تشيلي ايديك تطلع تاني، هي عامله زيها. فخليكي بالراحه ما تضغطيش عليها عشان تفضل زي ما هي مرتفعه من جوه، تبقى هشه فاضيه. انتوا عارفين يعني ايه تبقى من جوه جميله كده يعني حقيقي. انا كنت راضيه عنها. وبعدين رشيت من على وشها السمسم بقى الرهيب. اوه يا الله، دخلت الحراره على درجه 190، قعدت 20 دقيقه. راقبيها بقى وخلي بالك عليها. كنت حاطه في الصف اللي فوق واللي في الاول من اللي نو عفوا، اللي في النص واللي من فوق. وابتديت اوزع، اطلع واحده فوق وواحده من تحت عشان كله ياخدوا نفس اللون بتاعها، يبقى كل الفطاير لون واحد. راقبي الفطاير بتاعتك بعد 20 دقيقه تشكي هي اتعملت ولا لا، ما تسيبهاش اكتر من كده عشان ما تنشفش. اول ما تطلع من الفرن غطيها على طول، غطيها عشان تبتدي البخار بتاعها يخليها تفضل طريه، انك لو سبتيها بره هتنشف. فتغطيها. الله الصوت جميل يا الله. وبعدين بقى تقدميها بأي طريقة، مع شاي سادة، شاي بحليب، شاي بالنعناع، ايه تاني. انا بقى مش عارفة اقول لكم ايه، انا نيلت الدنيا والله العظيم. قعدت اقطع واكل اقطع عايزه اعمل تيست على كل الحشوات اللي احنا عاملينها. حقيقي ام سكر طعمها مختلف عن اللي هي ام سكر وجوز الهند، وام جوز الهند والسكر والمارشميلو طعمها مختلف عن الاتنين التانيين. لذلك لما قطعت 3 مع بعض وعملت التيست عليهم، يعني حسيت ان في 3 كتير محتاجه مساعده. الوحديه كبيره يعني، واحد يعني بتهيالي واحده اناف لشخص مع كوبايه شاي او فنجان قهوه whatever، اي حاجه بقى بتحبوها. انا كنت مبسوطه. طعم جوز الهند يعني فظيع. المارشميلو كان سايح من جوه مش ظاهر، بس طعم المارشميلو عامل مع السكر مع جوز الهند ده يعني قمة اختيار الإجرام. يعني مش عارفة، مش لاقية معنى تاني احطه. الفطاير دي مجرمة والله، مش عارفة اقول لكم ايه، تأكلك غصب عنك عايزة تاكلي. مش عارفة، او مجرد انك تفتحيها ريحتها تقابل كده تطلع على مناخيرك، كمان طرية هشة عمالة تروح في ايدك يمين وشمال. بتديكي هي وانتي بتقطعيها بتديكي افكار انك يا سلام لو كان عندك الحشوات، يعني لو كنت مزودة لحمة، ما كنت مزودة شرايح فراخ، كان عندي تركي، عندي بسطرمة، شاورما. بتديكي هي افكار. العجينة اعملوا بيها كل حاجة، العجينة دي عبقرية، عجينة حلوة قوي. عايزة اقول لكم انجوي يا جماعة. تابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف. وتابعوني على الفيس، محتاجة اللي بيتابعوني على الفيس يتابعوني على اليوتيوب. انا عارفة ان انا بتقل عليكم بس انتم احبابي وانا عشمانة فيكم. بصوا ازاي لونها حلو وجميل وقد ايه خفيفة، تحطيها في ايدك كده تقفل على طول. انجوي.